السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل طريقة القطايف. بصي جمالها ولونها. وطريقتها سهلة جدا، كله في شفشق الخلاط هنعمله. هناخد 3 كوبايات من الدقيق، كله في شفشق الخلاط، مش محتاجة اي حاجة غير شفشق الخلاط بس. صلوا على النبي يا حبايبي. ادي الكوباية التانية، عاير بقى الكوباية التالتة. معلش عشان ما جهزتهاش قبل التصوير. ربنا يحسن ما بين ايديكم وشكرا جدا على تعليقاتكم ليا. عايزاكم تسمعوا الفيديو للاخر. كده انا حطيت 2.5، ماشي. واحط 3 معالق سكر كبار، ماشي. واحط معلقه صغيره خميره بيره، معلقه صغيره. يبقى السكر حطيته بالمعلقه الكبيره والخميره حطيتها بمعلقه صغيره، معلقه صغيره اهي. نص معلقه بيكنج باودر، ونص معلقه بيكنج باودر، وذره خميره وذره ملح، ذره ملح. واحط 3 كوبايات ميه، 3 كوبايات ميه. بص عملتها، سبتها ترتاح شويه، جبت طاسه وحطيتها ايه، سخنتها وبعدين نزلت عليها ايه. اول ما تشوفوا الفكاكه دي بصوا، صورها لكم، بصوا لونها جميل ازاي. عايزه اقول لكم جميله جدا. لو حسيتوها ان هي خفيفه معاكم زودوا ايه. بصي لسه هنا، لسه طريه مسوتش. ادوسي عليه اول ما تطلع الفكاكيع وتستوي خالص، لونها يتغير. انا بوريكم اهو الكاميرا. لو لقيتوها خفيفه معاكم زودوا لها شويه دقيق، بس هو المعيار ده كويس جدا. بصي الفكاكيع دي اول ما لونها يبقى اللون البيج ده، دلوقتي هي بيضاء، اول ما تبقى لونها بيج، بصي 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 الكاميرا انا جبتها لكم بالظبط. بصي اول ما تبقى تختفي الابيض ده، يبقى خلاص كده استوت. بصوا بصوا اختفت خالص خالص. ربنا يحسن ما بين ايديكم. طريقتها سهله جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الولاد عندي كلوها حاف يعني. عايزه تحشيها بقى جبنه كيري، عايزه تحشيها مكسرات سوداني. الاحسن بقى الكميه دي تحشيها وتحطيها، الجزء اللي تستخدميه والجزء الباقي تحطيه في الفريزر. ليه بقى؟ لان لو انت حطيها وهي مفروده كده مش هتتني معاكي تاني. لازم تتحشي وهي لازم تتحشي ولازم تتحط في الفريزر وهي محشيه. يعني لازم تتحط في الفريزر وهي محشيه، تبقى انت عارفه ايه الجزء دي جبنه كيري يا جماعه، جايباها سايبه. بجيب العلبه دي تمنها 30 جنيه او 40 جنيه حسب الوزن. هو الكيلو منها عامل 120. جبنه كيري طعمها زي الجبنه بالظبط النستون. بس بعمل لكم تجربه تانية عشان تشوفوها حسب ما تحبوا بقى، عايزينها صغننه عايزينها كبيره، دي براحتكم انتوا. بصوا هنا بقى بقللكم شويه، دي بالجبنه الكيري، بحب افطر بيها قوي لما في رمضان. بصوا ايه رايكم بالله عليكم، اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم، واتفرجوا على الفيديو للاخر وقولوا رايكم ايه فيها ايه. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويبصوا لونها في الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.